السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنفرّز معاكم شيش طاووق وبانيه، والاتنين سهلين جدًا وبطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أروع. أول حاجة الشيش طاووق أنا معايا صدرين كبار و4 صفحات وراك، طبعًا خليتهم ووضّبتهم وقطّعتهم تقطيعة الشيش طاووق. التوابل معايا معلقة ملح صغيرة، ربع معلقة فلفل أسود، نُص معلقة بصل بودرة، نُص معلقة توم بودرة، نُص معلقة زعتر، ربع معلقة جنزبيل، معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعايا 4 فصوص توم فريش مهمة جدًا، جدًا بيدّي نكهة قوية، معايا معلقتين كبار صويا صوص، ومعايا زبدية، الزبدية دي بالفراولة بتدّي طعم حلو جدًا وبتدّي ريحة حلوة أوي للشيش طاووق بتاعتِك. هتحطّي زبادي عادي حُطّي، بس دي جميلة جدًا في التتبيلة. هابدأ أقلبهم كويس جدًا مع بعض، لازم كُلّه يتداخل مع بعضه قبل ما أحُط عليها قطع الشيش طاووق. بعد كده هانزل شيش طاووق بتاعي وأقلّب ده يعتبر كيلو شيش طاووق أوراك على صدور، هاقلّبهم كويس جدًا، جدًا. هنشيل معلقة وهنشتغل بإيدينا بقى عشان كل التتبيلة تتخلِّل معانا في كل حتّة في الشيش. بعد كده أبدأ أحضّر بقى الحاجة اللي هاحُط فيها وأبدأ أحُطّها، وإحنا هنا أنا حاطّة معلقة صغيّرة ملح، عشان قُلنا لمّا باركّز جدًا على الخطوة دي علشان ما تحدقش معاكِ مع التفريز، تطلع معاكِ مضبوطة. كمان معايا كمان صويا صوص، فالموضوع هيبقى over أوي. بعد كده هنيجي بقى للبانيه، البانيه مقاديره بسيطة جدًا. أنا معايا هنا صدرين كبار، البانيه طبعًا قطّعتهم تقطيعة رفيّعة بتاعة البانيه اللي إحنا عارفينها، ومعايا المقادير بتاعته والتوابل بسيطة جدًا مش أبسط من كده. معايا هنا ملح وزعتر وعصير ليمون، ملح برضه معلقة صغيّرة، ومعايا معلقة صغيّرة زعتر، ومعلقة صغيّرة عصير ليمون، ومعلقة صغيّرة مستردة، ومعلقة صغيّرة فلفل أسود، كل دي معالق صغيّرة. هاقلبها كويس جدًا، جدًا مع بعض، شوفوا مقادير ما فيش أبسط من كده، يعني كلّها عبارة عن 5 مكونات، ما فيش أبسط من كده والطعم تحفة. يبقى ملح، ليمون، مستردة، زعتر، فلفل. هابدأ آخُد بقى كل أنا مرقّقاها إزاي، ما ترقّقهاش أوي، أوي وما تتخّنهاش، بالسُمك اللي أنا عاملاه ده، عشان لسه هنحُط عليها الcover تبقى طعمها جميل والسُمك بتاعها حلو. بعد ما تبِّلناها طبعًا لو أنا هاعملها يبقى أتبِّلها قبلها بساعتين أو 3 ساعات، لكن أنا هافرّزها، فهابدأ أجيب بقى بيضتين، شوية ملح وفلفل، نُص معلقة ونُص معلقة صغيّرة، وأحُط عليها نُص كوباية مَيّة، عندِك لبن حُطّي لبن. مش فارق إطلاقًا. معايا شوية دقيق ومعايا طبعًا اللي هي الذرة بتاعة المقرمشات، أبدأ أقلبهم كويس جدًا، جدًا مع بعض. بعد كده هابدأ آخُد قطعة البانيه بتاعتي وأحطها أول في الدقيق، مش حاطة أي حاجة على الدقيق خالص، لإن أنا حاطة على البيض أهو، وكمان حاطة في التتبيلة، فمش هاتبّله بأي حاجة تانية خالص. أنفُضه كويس جدًا من الدقيق وأنزل في خليط البيض، وبعد كده هانزل في خليط الذرة الكريسبي، هاعمل طبقة واحدة بس مش هاتخّنه أوي، هتعملي طبقتين ده كلّه يرجع لِك أنتِ. هاخد قطعة تانية أهو، برضه في الدقيق، وأنفّضي الدقيق كويس أوي منها، طبقة بس كده خفيفة، بعد كده أحطها في البيض، بعد كده أنزل في طبقة الكريسبي. هابدأ بقى أغطّيها كويس جدًا وأكبسها كده بإيدي لإن أعمل طبقة واحدة، من كل كده الجوانب، أحاول أغطّيها كويس. كده خلاص تمام، بقت كده مضبوطة، هو ده المنظر اللي أنا عايزاه. متغطية من جميع الجوانب والسمك بتاعها ممتاز والcover ممتاز جدًا. أبدأ بعد كده أفرّزها. قُلنا حسب عدد الأفراد،
أنا هنا عملتها طبقين عشان ما تبقاش مكبوسة أوي على بعضها، ولكن إحنا إن شاء الله عشان إحنا 7 أفراد فيا دوب هي وجبة واحدة، الطبقين هيبقوا وجبة واحدة. إن شاء الله الطبقة شوفي الشريحة كبيرة آخدة كده مركزها، وطلّعت لي كمية حلوة يعني. دول صدرين فراخ، شوفي القطعة قد إيه. دول هنا الطبق ده فيه 6 قطع، هاشيله وهاعمل طبق تاني. أهم حاجة أحط بين كل طبقة والتانية عازل عشان ما يلزقوش في بعض، لمّا تيجي تطلّعيها يبقى سهل جدًا هنفكها. شوفي ما شاء الله القطعة دي جبارة. برضه دي يعتبر 6 قطع، يعني 12 قطعة. كده خلاص تمام، ودايمًا قُلنا بنكتب على كل حاجة اسمها علشان لا بتفرّزوا ما بنعرفش إيه من إيه. كل عام وأنتم بخير وبألف هنا وشفا.